عليكم طلاب تالتة إعدادي، ازيكم؟ كملين ان شاء الله الأجزاء مع بعضينا. تقريبا النهاردة الجزء التاسع أتوقع كده أو الثامن. يلا خلينا نبدأ بسم الله. I always go to the park space the weekend. دايما لما تلاقي كلمة a weekend لازم قبلها at البريبوزيشن حرف الجر اللي بيجي قبل weekend at the weekend. ركز لأن جزئية مهمة جدا جدا جدا. طيب we haven't met space last September، والسؤال ده من الأسئلة الحلوة قوي. ليه يا سيدي؟ last September بيقول لك اللي هو سبتمبر اللي فات، اللي هو الشهر اللي فات. خلاص كده تمام، شهر سبتمبر. مادام جاب لك وقت محدد يبقى since. ركز في الجزئية دي. since بيجي بعديها حاجة من الاتنين، يا إما وقت محدد يقول لك مثلا الشهر اللي فات، السنة اللي فاتت، الأسبوع اللي فات، يوم الأربع اللي فات. فهمت قصدي أنا بتكلم في إيه؟ أدي ده كده وقت محدد. أو يكتب لك مثلا since 2000، since 1995. فهمت قصدي أنا بتكلم في 1995. فتبقى هي دي. يبقى بعد since يا إما وقت محدد، يا إما يجيب لك أنا آسف، يا إما يجيب لك بداية الوقت، فترة من الوقت تبقى for بيجي بعديها فترة من الوقت. اللي بعديها بسم الله. your shirt قميصك isn't so bigger as mine. سؤال من الأسئلة الحلوة أوي أوي أوي، وهقول لحضرتك ليه. شايف شايف as لازم الادجكتيف الصفة تبقى بينهم تبقى infinitive. يعني ايه infinitive؟ في المصدر. يعني ما ينفعش احط للصفة اي اضافات، هشيل الجي والاي ار ديت، هشيلهم تاني اهو. يبقى مستر لما يجي يقول لي so وas او as وas، يعني عندك so وas او as وas الصفة ما بينهم تبقى infinitive في المصدر. خلاص كده تمام. طيب اللي بعديها بسم الله. Egyptians like محمد صلاح، المصريين بيحبوا محمد صلاح. والسؤال ده من الأسئلة الحلوة قوي قوي قوي، وهقول لك ليه. because he is an لأن هو بيكون interest footballer. لو جه معظم الطلبة هيمشيها ويقول لي يا مستر دوت شخص هي، فتبقى على طول اهي interested واكتبها لي ويزودها لي easy. طبعا الصدمة ان تبقى الإجابة غلط. طب ليه يا مستر؟ ما احنا حافظين ان الشخص بياخد ايزي. لا يا حبيب قلبي، شوف المعنى بيقول لك ايه. ركز ابوس ايدك في الجزئية دي. بيقول لحضرتك Egyptians like محمد صلاح، مصريين بيحبوا محمد صلاح because عشان هو he is an interested فوتبولر. لا عشان هو interesting هنحط لها اي ان جي، لانه هو شخص مؤثر بيأثر عليك. مادام حد بيعمل التأثير يبقى اي ان جي، سواء شخص او سواء شيء بيعمل التأثير اي ان جي. طب حضرتك استقبلت التأثير ده تبقى ايزي. هنا بيقول لي محمد صلاح هو اللي ايه؟ هو اللي interesting footballer، هو اللي بيأثر، لعيب مؤثر. يبقى ما تنفعش الايزي اي ان جي لان هو اللي بيأثر علينا. خلاص كده تمام. طيب you has to wear a heavy coat. it isn't very cold. الجو مش برد. ركز في الحتة دي، ركز في الحتة دي. it isn't very cold. الجو مش برد. لو قلت you have، بص you have to wear a heavy coat، انت لازم تلبس جاكيت تقيل. it isn't very cold ازاي؟ يعني انت لازم تلبس جاكيت تقيل والجو مش برد. كلام غير منطقي بالمرة. يبقى هقوم قايل ايه؟ you don't have. اهي اسئلة والله اللي بقعد اقولها لكم كتير. ركز في المعنى، دايما اقول لك ركز في المعنى. لو قلت you have to wear a heavy coat انت لازم تلبس جاكيت تقيل. it isn't very cold الجو مش برد. هل ده كلام منطقي؟ يعني انا اقول لك البس جاكيت عشان الجو مش برد؟ ايه الهبل ده؟ لكن ما تلبسش جاكيت اهو. اهي you don't have to wear a heavy coat، ما تلبسش جاكيت تقيل. ليه يا عم؟ لان بيقول لي it isn't very cold. يبقى don't have وهو كاتب to. don't have معناه مش مضطر، مش لازم، مش ضروري. خلاص. اللي بعديه بسم الله. منى usually visits her grandparents. منى على طول بتزور جدتها وايه وجدتها. لسه حلينها في الامتحان اللي قبليه. the weekend قلنا بنحط قبلها ايه؟ at the weekend. خلاص كده حبايب قلبي. طيب we be married for over 50 years. ده برضو من الأسئلة الحلوة قوي قوي قوي. معظم الطلبة يشوف كلمة بي يكتب على طول ار، ما هو حافظ ومش فاهم.
يقول لي we are married for over 50 years. طب ما خدتش بالك ان مكتوب for دي يا مستر تبقى ايه؟ sure دي بتيجي مع المضارع التام البريزنت بيرفكت، لازم تحط have او has والبي بي. طبعا الاجابه are هنا غلط، والاجابه تبقى ايه يا مستر؟ تبقى have been married for over 50 years. تاني اهو يا مستر، ليه كتبت have يا مستر والبي بي؟ عشان for ده مضارع تام present perfect، والمضارع التام البريزنت بيرفكت لازم احط have او has والبي بي. فهمت كده قصدي ازاي؟ بس ركز لان جزئيات مهمه جدا جدا جدا. يبقى ليه كتبت have؟ عشان ده مضارع تام. عرفت منين ده مضارع تام؟ عشان for، وبعد كده البي بي. طيب as I give my friend the phone to look at he dropped it. هو وقعه. انا بعطي لصاحبي التليفون ام هو وقع التليفون. يبقى as I ايه؟ was given. as I was ايه؟ given. وانا بعطيله الايه؟ لصاحبي اهو الفون ام هو وقعه. حاجة مستمرة وحاجة قطعتها. ركز في الجزئية دي، وركز ان as بتساوي while. ركز ان as بتساوي while. اللي بعديها بسم الله. my mother told me that. مامتي أخبرتني بده. I not able to speak until I was about 4. لحد ما بقى عندي 4 اللي هي 4 سنين. أنا ما كانش عندي القدرة إن أنا أتكلم لحد ما وصلت ل4 سنين. يبقى الإجابة إيه؟ wasn't able وهو كاتب لي كلمة to. wasn't able وهو كاتب كلمة إيه؟ to. يبقى I wasn't able وهو كاتب to speak until I was about 4. خلاص كده حبايب قلبي تمام. ركز ان قبل able to لازم نحط قبلها verb to be اللي هو am او is او are. طب السؤال هنا يا مستر ليه حضرتك كتبت was؟ عشان ماضي. بيقول لي told me اخبرتني، وهنا I was جملة كلها ماشية ماضي. اللي بعديها بسم الله. I was disappointed. انا كنت محبط. to hear that ان انا اسمع ده. the community center المركز المجتمعي اللي عندنا. يعني ايه مركز مجتمعي؟ يعني هو من الاخر المول او shopping center او مركز رياضي او مركز للحي بتاعنا. was closing هيغلق. يبقى انا ايه؟ انا احبط لما سمعت الكلام ده اهو. انا اللي اتأثر عليا. يبقى احط ال disappoint ايدي اهو disappointed. disappointed ليه يا مستر disappointed حط لها ايدي؟ عشان انا اللي احبطت لما سمعت الخبر ده. خلاص كده تمام. طيب اللي بعديها بسم الله، المحافظة اللي بعديها. يلا. I didn't buy the jacket. انا ما اشتريتش الجاكيت ده or the coat او المعطف ده او البلطو ده. يبقى ولا اشتريت ده ولا اشتريت ده. طب ليه يا سيدي؟ لان of them هما الاتنين were too small. كده انا بتكلم على مين؟ عليهم هما الاتنين. مادام بتقول هما الاتنين يبقى both. يبقى ليه هنا both of them هما الاتنين were too small كانوا صغيرين. خلاص كده تمام. ركز لان جزئية مهمة جدا جدا جدا. احمد the plane طيارة احمد arrive at 9 o'clock هتوصل الساعة كام؟ 9. طب هنا الاجابة ايه؟ الاجابة تبقى arrives. طب ليه يا مستر arrives؟ عشان ده مضارع بسيط. طب ليه ده مضارع بسيط يا مستر؟ عشان ده وقت محدد. ركز بقى لما تلاقي دايما اوقات محددة اهو وقت محدد، اما تلاقي دايما وقت محدد يبقى مضارع بسيط present simple. ركز لان جزئيات مهمة جدا جدا جدا. مضارع بسيط وقت محدد يبقى present simple. طيب she not travel to another country since she was a baby. من ساعة لما هي كانت طفلة وهي ما سافرتش لأي دولة. يبقى أقوم قايل إيه؟ مش دي عندك since؟ يا مستر ده present perfect مضارع تام لسه قايلينه اللي هو بتضيف have أو has plus ال PP. خلاص كده تمام. يبقى اما تلاقي since أهو بعديها past simple ده مضارع تام have أو has وال PP. طب الإجابة تبقى إيه يا مستر؟ الإجابة هنا تبقى hasn't traveled.
hasn't ايه traveled، هي ما سافرتش لأي دولة تانية. هو بيكلمني على خبرة ليها، تجربة ليها، هي ما قامتش بالتجربة دي أو الخبرة دي قبل كده. طيب you able to swim when you were a 6، هل انت كان عندك القدرة ان انت تعوم لما كان عندك 6 سنين؟ الإجابة هنا تبقى ايه؟ تبقى were طبعا. were عشان ده verb to be ودي في الماضي لسه قايلينها. able to لازم قبلها verb to be am أو is أو are. طيب number 5 that's the a less interesting story I have ever read. ده أنا ما قريتش في حياتي حاجة زي كده. يبقى that's the ايه the least interesting story، دي أقل قصة شيقة ممتعة أنا قريتها. that's the least. طب ليه يا مستر least؟ ايه اللي خلاني احط least؟ عشان ده ما تلاقي ده يبقى كده بقارن ما بين واحد وكتير. فهمت كده اللعبة ماشية ازاي؟ اللي بعديها بسم الله could ماهر swam when he was a 5، هل ماهر كان يقدر يعوم لو هو كان عنده 5 سنين؟ طيب مادام عندك could يا صديقي لازم الفيرب معاها يجي infinitive في المصدر، لازم يجي في المصدر، فالإجابة تبقى swim يا مستر. بركز في الجزئية دي لأن جزئيات مهمة جدا جدا جدا. could ماهر swim when he was 5. ليه يا مستر خليتها swim في المصدر مش الباست مع ان الجملة كلها ماضي؟ عشان could بتخلي الفيرب في المصدر، فعشان كده كتبتها swim. طيب the museum is a maze there are so many old things here. المتحف بيكون جميل شيق ممتع وفي آثار كتيرة. ما هي old things يعني آثار قديمة، يبقى الإجابة تبقى ايه؟ amazing. يبقى ليه قلت amazing يا مستر؟ ليه حطيت لها ing؟ لأن المتحف هو اللي بيأثر عليا. ركز لأن جزئية مهمة جدا جدا جدا. متحف أثر عليك، هو اللي أثر، يبقى تحط ing لأن هو اللي عمل الشيء ده. خلاص كده؟ طيب neither عادل نور عمرو، والسؤال ده برضو من الأسئلة الحلوة أوي أوي أوي، وهقول لحضرتك ليه. ولا عادل ولا عمرو space in the club yesterday، كانوا في النادي امبارح. حلو قوي. معظمنا لما يشوف اسمين فيقول ده ذي، ده كتير، صح كده ولا لأ؟ بس فيكتب على طول ايه يا مستر؟ يكتب على طول where، يكتب على طول ايه where. اقول لك ليه بقى؟ بقول لك ركز فيها، اقول لحضرتك ليه. بص يا سيدي، كلمة neither هو بيقول لي ولا عادل ولا عمرو، يعني ولا واحد فيهم، ولا واحد. مادام بيقول لي ولا واحد يبقى ما ينفعش اجمع. امال الاجابة تبقى ايه مثلا؟ الاجابة تبقى was. ركز في المعنى الله يكرمك، عشان كده بقول لك دايما ركز في المعنى. هو بيقول لي ولا عادل ولا عمرو، ولا ده ولا ده. فهمت قصدي انا بتكلم في ايه؟ عارف امتى اقول وير؟ لو اقول بوث، هما الاتنين اللي هو عادل وعمرو، لكن انا هنا بقول لك ولا ده ولا ده. فهمت كده اللعبه ماشيه ازاي؟ طيب لوكسور بلين، طياره الاقصر، مالها يا مستر؟ arriving at 9:30، هتوصل الساعه 9:30. لسه قايلينها، مش قلنا دايما ما دام لقينا وقت محدد يبقى مضارع بسيط present simple، صح ولا لا؟ يبقى الاجابه تبقى ايه؟ arrives. يبقى الإجابة تبقى إيه؟ arrives is present simple مضارع بسيط. ركز في الجزئية دي، الجزئيات مهمة جدا جدا جدا. طيب اللي بعديها بسم الله. My father have this car since I was a child. السؤال ده من الأسئلة اللي في الجون، وهقول لك ليه في الجون. معظم الطلبة هيشوف my father ده هي يكتب على طول has وهو مغمض عينه. غلط 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 والله العظيم. ليه غلط يا مستر؟ ما هو my father ده هي، وانا قلت he has. حاضر. he has this car، هو عنده العربية دي since، لسه قايلها في المحافظة اللي قبلها. اما تلاقي since يا مستر يبقى على طول ده present perfect مضارع تام، لازم تحط have او has plus البي بي. انت عندك بعد since بيقول لي I was a child، مش ده ماضي بسيط؟ ايوه يا مستر ده ماضي بسيط، يبقى مضارع تام ده have او has والبي بي. يبقى اعرفها كده، ما تلاقي عندك since وبعديها past simple يبقى ده present perfect مضارع تام have او has plus البي بي. يبقى الإجابة هنا تبقى ايه يا مستر؟ بص بقى يا سيدي اهو قايل has had. ايه ده يا مستر ده؟ has had؟ ايوه has had.
ليه هاز هاد؟ ادي هاز اللي مكتوبة وبعديها البي بي الفيرب. فين الفيرب؟ اهو الفيرب اهو يا مستر. يعني دي هاف دي مش اللي هي هاز دي، لا يا حبيبي ده الفعل. شفت بقى اللخبطه في ايه؟ ركز الله يكرمك لحسن والله سؤال مهم جدا جدا جدا. ده الفعل اهو، وهاز دي اللي انا زودتها هنا، يبقى هاز هاد. خلاص كده حبايب قلبي، يلا اشوفكم فيديو تاني باذن الرحمن. سلام عليكم.